اهلا غاليات، اش اخباركم؟ اش تعاودوا؟ نتمنى تكونوا بخير وانتم كتشوفوا معايا هذا الفيديو. بالنسبه لهذا الفيديو غادا تكون بحال ديما جوج الوجبات ديال الصيام متقطع. قبل ما نبدا معكم البنات غادي نقول لكم سمحوا لي، البارح ما حطيتش لكم لاني عيانه. والله البنات الى اخر فيديو حطيته لكم راني كنت عيانه فيه، ولكن البارح ما قدرتش مونطي ولو انني مصوره الفيديو، ولكن ما قدرتش نمونطيه. فسمحوا لي بزاف بزاف. وقبل ما تبداو معايا لا فيديو غادي نطلب منكم واحد الطلب بسيط، خليوا لي لايك، خليوا لي التعليق ولو غير قليبات. وكنشكركم بزاف بزاف على التفاعل ديالكم، الله يرزقكم كل ما كتمنوا. وندوزو للوصفه ديالنا. بالنسبه للوصفه ديالنا كيف ما كتشوفوا، اول حاجه غادا نوجد هاد الشوفان بدانون. فكيف شفتوا معايا خديت 4 المعالق ديال الشوفان كبارين، يمكن لكم ديروا حتى 5. ضفت عليهم معلقه ديال بودور الشيا، ضفت عليهم شويه الملح، وضفت عليهم الماء طايب مزيان صافي. بالنسبه للماء فيمكن لكم تضيفوا واحد الكاس كبير ديال الماء. الا درتوا هاد الكميه ضيفوا عليها مثلا كاس العنبه الطايب ديال الماء. غادي نخليوهم حتى يتشرب لينا مزيان، حتى يتحل لينا هذاك الشوفان وهذيك بذور الشيا في هذاك الماء. المهم حتى يتشرب، ما يبقى فيه حتى شي قطره ديال الماء. وغادي ناخذ واحد الكاس ونديروهم فيه لتحت. بالنسبه لهاد الوصفه، الناس اللي غادي يبغيو مثلا الناس اللي بغاو يديوها معاهم للخدمه فيمكن ليهم يوجدوها بحال هكا في الليل، ومع الصباح غادي يلقاو هذاك يلقاو هذاك الشوفان، يلقاو راه تحال وراه صافي تشرب هذاك الماء ديالو. وحتى الناس اللي غادي يوجدوها كوجبه اولى ديالهم، ملي تفيقوا بحال هكا مع الصباح وجدوها، خليوها جانبا حتى تبغوا توجدوا الغدا ديالكم وراه غادي تلقاوها واجده، اولا الفطور ديالكم. كيف شفتوا معايا هنا، من بعد ما قاديت هذاك الشوفان ديالي هو الاول، خديت واحد دانون مسوس وغادا نضيفو عليه من الفوق بهذه الطريقه هذه. المهم لتحت طبقه ديال الشوفان، فوق منها طبقه ديال دانون. كيجي البنات زوين، كيجي خطير، كيجي غزال. كيف شفتوا معايا غادا ناخذ دانون حتى هو نقادو، وغادا نضيف عليه حتى هو واحد المعلقه ديال بذور الشيا. بالنسبه للناس اللي كيبغيو ما يحسوش بالجوع، يبغيو يحسوا بالشبع، راه بذور الشيا زوينه. كتعاوننا شويه على انها كتسد لينا الشهيه واحد شويه، فيمكن لكم ديروها. وبحال هكا راه غادي تحسوا براسكم شبعانين مورا الوجبه ديالكم الاولى. كيف شفتوا معايا زدت واحد المعلقه ديال بذور الشيا. غادا نغطيه وغادا نرجعو للثلاجه حتى نحتاجو على ما وجدت الوجبه ديالي. من بعد البنات غادي ندوزو المحبوب الجماهير، البراونيز. غادي نحتاجو فيه واحد التفاحه، غادي نقشروها، غادي نضيفوها في الخلاط الكهربائي، ومن بعد غادي نضيفو عليها 2 المعالق كبارين ديال الكاكاو ومر. 2 المعالق كبار ديال الكاكاو مر مع تفاحه مقشره. وغادي نحتاجو معاها واحد البيضه كيف ما كتشوفوا معايا. من بعد غادي نزيد واحد نصف ملعقه ديال خماره الحلوى، اولا نصف ملعقه ديال بيكربونات الصوديوم مع شويه ديال الخل. غادي نطحلو كلشي مزيان، وغادي نديروهم في، المهم ديروهم في اي مول بغيتيو، مول كبير لي طاس صغار بحال هكا لي مول صغار. المهم نتوما اشنو بغيتو صافي. وغادي ندخلوه للفران ديالنا يطيب، ما كياخذش وقت طويل، من 5 دقائق تكون واجد لينا البراونيز. نسيت ما قلتش لكم غادي نضيفوا عليهم بطبيعه الحال لي بيبي بدو الشوكولا. هذه كتبقى اختياريه، بغيتيو تضيفوهم مرحبا، ما بغيتيوش راه ما غاديش يبدلوا شي حاجه في الوصفه. وغادي ندوزو للطبق اخر واللي هو غادي ندير اومليط بالكورجيت. كيف ما كتشوفوا معايا الكورجيت البنات دخلوها في النظام ديالكم بزاف بزاف، حاولوا تاكلوها واخا هي ما فيها ما يتكال وكتجي باسله وما كتعجبنيش انا. بعدا انا ما كتعجبني لا في النظام ولا بلا نظام، باش تكون معكم واقعيه كتجيني دائما هاد الكورجيت باسله. ولكن بحال هكا الا شديناها وصوطيناها في شويه الزبده، درنا معها مليحه، درنا معها شويه البزار، شويه الربيع، راها شويه كيتحسن المذاق ديالها. وبحال هكا تدخلوها في الوجبات ديالكم. المهم كيف شفتوا معايا من بعد ما خديت هاد الكورجيطه حكيتها، خديت مقله، درت فيها واحد تقريبا معلقه صغيره مع مرج ديال الزبده هذيك، ضفت عليها الكورجيط. غادا نضيف الملح والابزار كيف ما كتشوفوا معايا، وغادا نشحرها مزيان، نبقى نصوطي فيها حتى تدبل ليا هاد الكورجيط ديالي.
كيف قلت لكم البنات، حاولوا 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 تدخلوها في النظام ديالكم باي طريقه. راه نتوما كيف ما كتخدموا عليها شويه، كتضيفوا عليها شويه المقادير وهذا، كيف ما هي كتبدا تبنان شويه. المهم راهي ما كتبقاش باسله ديك البسوليه، ولكن غير حاولوا تقادوها وحاولوا تضيفوا عليها شويه ديال البزار، شويه ديال القزبر ومعدنوس، شويه ديال الملح. صوطيوها مزيان باش شويه كتدخل هذيك الزبده، فراها كتولي شويه زوينه. صافي البنات، هنا خديت واحد البول درتها فيه، وغادا نضيف عليها 2 البيضات. غادا نخلط مزيان، ما غادا نضيف لا ملح لا ابزار، لان الكميه اللي ضفت في الاول في الكورجيط راها كانت كافيه. فغادا نخلطها مزيان 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 مزيان، ومن بعد غادا نرجع لنفس المقلاة اللي شحرت فيها الكورجيط، مسحتها صافي. وغادا ندوز، درت هنا واحد السيركل غير باش يشد ليا ديك باش يشد ليا العبار ديال هاد الخبيزات. يمكن لكم ديروها خبيزه كامله في دقه، ويمكن لكم ديروها بحال هكا خبيزات صغار. هنا كيف شفتوا معايا السيركل راه كيخرج من الجناب لانه مهزوز، ولكن راني غير كبيت فيه الخليط وزيرته صافي، وراه ما بقاش كيخرج. هذاك الشيء اللي خرج في الجناب كيف ما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه هذه، غادا نرجع نجمعو بحال هكا ونقاد. غير تشد ليا من التحت صافي، راه دغيا كيرجع يتجمع، وقادوه بحال هكا وقلبوا الخبيزات ديالكم كيف ما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه هذه. صافي غادا نقابلهم حتى يطيبوا من الجهتين بجوج، وغادا ندوز من بعد ما طابوا ليا غادا ندوز نوجد الوجبه الاولى ديالي اللي كانت مع 12 ديال الصباح. كيف ما كتشوفوا معايا هذه هي الوجبه. الخبيزات ديالي جاو بنانين، واخا الكوغجيت ما كتجيش بنينه، ولكن راه جات بنينه. بذور عفوا الشوفان مع دانون وبذور الشيا، ما نعاودش لكم عليه، غير جربوه. والبراونيز راه بلا ما نقول لكم، البراونيز راه هنا وريتكم انايا كيفاش جاو من الداخل، مع انني نسيتهم واحد شويه حتى بداو كيشدوا ليا من التحت. راه كليت غير وحده، بعدا كاين الكميه راه تكولهم بجوج، ما كاينش مشكل. يعني في الوجبه ديالكم كلهم بجوج، ما كاين حتى شي مشكل. انا راه كليت غير وحده خداتها ليا بنتي، حيت انا درت غير هاد الكميه ديالي، فكليت غير وحده خداتها ليا بنتي. ولكن راه يمكن لكم تاكلوهم بجوج، كيجيو غزالين البنات والله العظيم. ما كتحسوا بهم، لا ما كتحسوش بانهم ناقصهم شي حاجه ولا ناقصهم شي سكر. حنا شنو ما ضفناش فيهم السكر، ولكن راه مع داك التفاح حلو، والله ما كتحسوا بانهم ناقصهم شي سكر ولا شي حاجه، كيجيو غزالين. الاومليط ديالي حتى هو جا يا سلام. وكانت هذه هي الوجبه الاولى ديالي البنات، كيف قلت لكم مع 12 ديال النهار. وجبه اللي غزاله مشبعه. الناس اللي بحال هكا كيبغيو يديو معاهم الغدا ديالهم للخدمه، يمكن لهم يديروا هاد الوجبه اللي متكامله وسهله. يمكن لكم تحضروا هذاك الشوفان في الليل هو البراونيز، غادي يبقى لكم غير هذاك اومليط كورجيت، راه غادي تنوضوا مع الصباح دغيا توجدوه. وها نتوما وجدتوا وجبه ديالكم نقيه، غادي نبيو وجبه نقيه ما غادي تخافوا منها ما والو. ودابا ندوزو للوجبه الثانيه ديالنا واللي كانت مع 6 ديال العشيه. كيف شفتوا معايا اول حاجه درت بطاطا تسلق، هذيك البطاطا الصغيره راه ما ناخذش هذيك الكميه كامله. من بعد غادا نحتاج هنايا الليشو، كيف شفتوا معايا واحد 4 ليشوه قطعتها. وغادا ناخذ واحد المقلاة ندير فيها شويه الزبده، بالنسبه للزبده تكون حيوانيه بطبيعه الحال. من بعد غادا نزيد على هاد الليشو اللي قطعت، وغادا نزيد عليها واحد خيزويه حتى هي حكيتها في الحكاكه الغليظه، واحد الكورجيطه حتى هي في الحكاكه الغليظه. تقول لي مالك مع الكورجيط، ولكن البنات ضروري تدخلوهم في الاكل ديالكم، لان الجسم ديالنا راه تيحتاجهم، وضروري تعطيو للجسم ديالكم داكشي اللي كيحتاجو باش هكا ما يكونوش عندكم ترهلات. كيف شفتوا معايا غادا نبقى نصوتي فيها هنا في المقله مزيان 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 حتى بداو يدبالوا ليا، وزدتهم واحد الكاس ديال الماء صافي. وخليت هذاك لان غير هذاك لي شو ما يطيبش ليا دغيا، فخليته يطيب في هذاك الكاس ديال الماء. من بعد خديت الكفته وخديت واحد نص بصله كيف ما كتشوفوا معايا، غادا نشلضها على هاد الكفته ديالي وغادا نخلط مزيان مزيان. بالنسبه للكفته راني خديت غير ديال لادند، وخديت هذه اللي كتكون فيها العطريه، فهنا ما غادا نزيدها لا عطريه لا حتى شي حاجه، زدت غير هاد البصيله فقط صافي. من بعد ما غادا نخلط هاد الكفته ديالي مزيان وغادا نعرفها تخلطات ليا، غادا ناخذ واحد المول، مول بحال هكا اللي طويل، درت فيه بابي كويسون
وغادا ناخذ هذيك الكفته وغادا نسرحها بهذه الطريقه. المهم شوفوا معايا الطريقه اللي سرحتها بها. هانتو كنحط الكفته كامله وكنبقى غادا وتنقرص فيها بحال هكا، كنسرحها كامله في المول على طوله، ومن بعد غادا نبدا نطلعها مع الجناب بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا معايا. كنتم غاديين وكتطلعوها مع الجناب مع الجناب حتى كتطلعوها مع المول ديالنا كامل. راه دغيا كتبقاو غير كتقرصوا فيها وكتطلعوا، راه دغيا كتطلع ليكم. من بعد ما غادي نقادوها في المول ديالنا كامل وطلع لينا فيه كامل، غناخذوا هذاك الخضر اللي سوطينا في المقله وغادي نعمروا بها هاد الكفته. غنكبوها في الكفته من الوسط كيف ما كتشوفوا معايا بحال هكا. بهذه الطريقه غادي نديروها وسط من الكفته، وغادي نحتاجوا لواحد 3 البيضات، 3 ولا 4 اللي بغيتيو نتوما. انا نسيت ما قلتش لكم بانكم خاصكم توجدوا البيض، يعني تسلقوه من قبل. فسلقوا واحد 3 البيضات ولا 4 وغادي نضيفهم حتى هما وسط من هاد الخضر اللي سوطينا. غير شوفوا معايا ورا غادي تفهموا كل شيء. غادي ناخذوا البيض وغادي نحفروا ليه بحال هكا وسط من هاد الخضره وغادي ندخلوه وسط منها بهذه الطريقه هذه بحال هكا، وغادي نديروه وسط من الخضر ديالنا. من بعد كنقادوا هاد البيض وهاد الخضر كنبقاو نقرصوهم مره اخرى مزيان مزيان حتى يتقادوا لينا، وغادي ندخلوهم للفران. بطبيعه الحال الخضر ديالنا طايبين، البيض ديالنا طايب، فشنو اللي غادي يطيب لينا هو الكفته. الكفته ما كتاخذش وقت طويل بطبيعه الحال، يمكن خدت لي شي 20 دقيقه، المهم 20 او 25 صافي كتكون الكفته ديالنا طيبه، وكتكون الوجبه ديالنا بطبيعه الحال طيبه. وجبه اللي متكامله دايرين فيها كل شيء، البروتين دايرين فيها الخضار، المهم راه غادي تشوفوا كل شيء. غادي ندير مع واحد الشليضه وهالوجبه ديالنا واجده. غندير معها واحد الصوص. هنايا بالنسبه للصوص خديت واحد المعلقه ديال دانون مسوس كيف ما كتشوفوا معايا. غادا نضيف معاها واحد المعلقه ديال الخل. انا هنا درت هاد الخل ديال التفاح، يمكن لكم ديروا ديال الحامض، يمكن لكم ديروا الابيض، المهم ماشي ضروري هاد الخل اللي عندكم قديو به. غادا نضيف معاها شويه ديال التحميره كيف ما كتشوفوا معايا، وغادا نبقى نخلط مزيان 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 مزيان. وها الصوص ديالنا حتى هي واجده، صوص اللي موجدين على ايدينا ما نخافوا منها من حتى شي حاجه. المهم انا البنات راه دائما كنقول لكم من الاحسن اي حاجه بغيتوها صيبوها في الدار، لان انا بالنسبه لي هذا النظام مادام صحي فما كنفضلش انني نمشي ناخذ هذوك المعلبات ولا المصبرات ولا داك التخربيق كامل. ولو كاينين شي حوايج اللي نشوفوهم كنقولوا راه صحيين ولكن حنا ما عارفينهمش باش واجدين. لهذا من الافضل اي حاجه تشهيتوها وجدوها في الدار على ايديكم نتوما عارفينها باش واجده ومرتاحين. خديت هذيك البطاطا ديالي حتى هي نقيتها، غادا نضيف عليها غير شويه الملح وغادا نضيف عليها شويه الكمون وغادا نخلطها مزيان. بالنسبه للكميه ديال البطاطا فإلا كانت عندكم هاد البطاطا صغيره ديروا غير واحد 6 البطيطات راهم كافيينكم. كانت غير الكبيره ديروا غير وحيده. في الصراحه انا البطاطا راه ما كنبغيش ندخلها في النظام ديالي بزاف، لان حتى هي فيها واحد شويه ديال النشويات وبعض المرات كنكون واكلين النشويات، فلهذا ما كنبغيش ندخلها في النظام ديالي بزاف. هنا من بعد ما طابت لي الطبق الرئيسي ديالي ها هو غادا نجبدو. راه بكل سهوله كيتجبد. هانتوما كنقاد غير هذاك البابي كويسو التقليه في المول، غادا ناخذ واحد الطبسيل نحطه فوقه بهذه الطريقه وغادا نقلبو. هنا راه ما جيت نقلبو تخوى ليا منه واحد شويه ديال بحال خرج هذيك الكفته خرجت الزيت ديالها فتخوى ليا في الطبسيل. صافي حيدته سقطرته من هذاك الزيت وحطيتها هنا في طبق التقديم. يمكن لكم تسقطروها من هذاك الزيت وترجعوها تحمر لكم مزيان الا بغيتوها تزيد تحمر لكم مزيان من الفوق. انا صافي غدا نحتفظ بها بحال هكا بارك عليها راه الكفته طيبه مزيان. ضفت معاها واحد شويه ديال الخيار واحد شويه ديال مطيشه وغدا نضيف هذيك البطاطا وشويه ديال الصوص اللي قاديت على يدي. وهذا الطبق ديالنا واجد، طبق متكامل بطبيعه الحال، طبق صحي موجدينه يعني لا على ايدينا، عارفين اي حاجه فيه باش مصاوبه المكونات ديالها حنا اللي خادمينه، فما عندكم مناش تخافوا منه. بطبيعه الحال بالنسبه للبطاطا راني نقصتها لان البطاطا انا درت ليا ودرت لوليداتي، فخديت انايا غير هنا واحد 6 البطيطات وما تبقى عطيته لبنتي
وبالنسبه للصوص درتها بحال هكا من الفوق، زوقت بها غير من الفوق. بالنسبه المهم التزيين البنات راه كيبقى اختياري وكيبقى ديالكم، زينوا باش ما بغيتي وزينوا بالطريقه اللي عجباتكم. انا عطيتكم غير الفكره وانتم كملوا من عندكم وتبارك الله عليكم. راه بالنسبه للناس اللي كيتابعوني كنشوف اكثريه معايا الامهات، لان كنشوف كل كاتبه سميه ولدها ولا بنتها، فتبارك الله. ما غاداش انا اللي غادا نوريكم، غادا نعطيكم غير الوصفه صحيه وانتم بدعوا من عندكم. وتحيه لكم كاملين، لا الامهات ولا البنات اللي كيتابعوني ولا الميمات، تحيه كبيره لكم. وهذه هي الوصفه الثانيه البنات، جات غزاله، وصفه اللي متكامله، كلوا فيها حتى تشبعوا، ما عندكم مناش تخافوا. المهم انكم كيف ديما كنقول لكم حافظوا غير الوقت اللي كيكون فيه الصوم ديالكم، حافظوا عليه، ما تاكلوا حتى شي حاجه، ما تلغموا حتى شي حاجه، شربوا الماء مزيان، وان شاء الله غادي توصلوا للمراد ديالكم. وهذه هي الوجبه الثانيه البنات. كنتمنى يعجبكم الوصفات ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم. اللي بقات معايا حتى لهنا كنقول لك شكرا من اعماق القلب. واللي مازال ما دارش ليا اللايك كنقول لك هبط دير ليا اللايك، اش مازال كتسناي؟ رحنا وصلنا للاخر ديال الفيديو، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، وبسلام عليكم.